عسلامة ومرحبا باهي. كما تعرفوا الفول اذا كان طيبوا به ديما تلاحظوا انه المرقه نتاعو معناها تجي لونها غامق. باهي ثم نحو مثال ديما هكا الفر الكحل هذا نحوه، هذاك ينقص مكا الكحوله شويه من في الماكله. وثم اسيس اخرى باش نعطيها لكم ممتازه على الاخر، جربوها باذن الله تجي مع اللون نتاع الماكله نتاعكم عاديه وماهيش غامقه كيما معناها غامقه خاطر من جراء الفول اللي هي حطيت في معناها الفول نطبخه في شويه كركم. الكركم هذاك راهو ما يخليش الفول يسيب هاك الكحوله في الماكله. الكركم ممتاز على الاخر. حسيروا تو نوريكم انا باش نطيب به كسكسي، باش نطيبه هكا على البارد ونوريكم النتيجه بعدين كيفاش. خاطر باش نعمل بالعلوش مانيش باش نقلي، باش نحط ديجا حطيت شويه زيت وماء ولا الفول باش نطبخه شويه في الكركم، وبعدين باش نحط البصل ومعناها وبقيت الخضره واللحم وكل شيء ونكمل نطيب الكسكسي نتاعي. حسيلو تو نوريكم النتيجه كيفاش تجي. وكيما تشوفوا لهنا بعد ما خذاه هكا غلوه بالطريقه هذه حسيلوا اللون نتاعو يولي هكا على الاصفر بالكركم. نكملوا المراحل نتاع معناها الصوص الكسكسي نتاعنا. هذه حصيلوا توريكم النتيجه كيفاش راهي السيوس ممتازه على الاخر. كما تشوفوا هاني مرقت الصوص حصيلوا بالنسبه لي هذا الكسكسي الصيف اللي نسميه فول وبصل. نعمل معاه القراع الاخضر لحقيقه ما عنديش توا، هذا علاش نزود شويه بصل وزاده نعمل جوانح ويجي راهو كسكسي خفيف وفي نفس الوقت بنين. وزاده كما تشوفوا معناها بالعلوش، حتى من البطاطا ما نعملهاش فيه. علاش؟ على خاطر معناها الفول لوحده معناها قيمه غذائيه، زاده معناها اللحم وكل شيء بالعلوش والبصل راهو يجي والله بنين على الاخر. حاسيلو توا باش نخليه يطيب ديجا هذه الكوكوط ونوري لكم بعد النتيجه كيفاش ونوري لكم الصوص كيفاش معناها. وكما قلت لكم اللي عنده قرع اخضر راني نعمل معاه في العاده القرع الاخضر هذاك، خاطر بصراحه يجي بنين معاه مع الفول. كما تشوفوا هذا الصوص نتاع الكسكسي من بعد ما طاب، شوفوا اللون نتاعو كيفاش وشوفوا اللون نتاع كعبه الفول كيفاش، ولا معناها بقيت هكا حافظه على اللون نتاعها. والصوص اللون نتاعو عادي، معناها هذا اللون نتاع العادي نتاع الصوص مرقه معناها بصفه عامه الحاجه هكا اللي طايبه بالفول. خاطر جربوها للسيوس هذه تو تلاحظوا الفرق كبير برشا. معناها اذا كان معناها ما تعملوش للسيس هذيك وفي نفس الوقت ما تنحوش هكا الثفر الكحل هذيك راهي تجيكم المرقه نتاع الفول ولا معناها تجيكم هكا غامقه لونها غامق على الاخر. كيما تلاحظوا قدامكم شوفوا اللون نتاعها كيفاش فاتح وعادي. حتى كعبه الفول شوفوها كيفاش معناها حافظت على اللون نتاعها. ان شاء الله راهي عجبتكم لاستيوس.